السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه يا اخواتي وحبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. وكل سنة وانتم طيبين. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم بألف صحة وعافية. يعود عليكم الايام بخير. رمضان كريم، رمضان مبارك. رمضان شهر الاحسان والعبادة، شهر الصوم، شهر القرآن. كل سنة وانتم بألف صحة وعافية. بصوا بقى اوريكم الصنف او الطبق او الوصفة الجميلة دي. عايزاكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا بإذن الله، وتجربوها وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام محمد. النهارده معانا الكوسه بالبشاميل الجميله اللي انتوا شايفينها دي. ما شاء الله طعمها وريحتها خرافه، والله اقسم بالله طعمها وريحتها روعه. ما شاء الله شايفين القمر؟ الصينيه روعه، بتتكلم مع روحها كده اهو، بتتكلم عن نفسها وتقول انا جميله دقوني. ما شاء الله. عندنا طبعا كيلو كوسة. تمام يا أغلى متابعين. الكوسة دي يعني كلكم زي ما انتوا عارفين، مش كل يعني أو غالبا غالب أغلب البيوت الأولاد ما بتحبش الكوسة وما بتحبش تلجأ ليها يعني كوجبة. ولكن احنا كأمهات بنتحايل على الوجبة ديت وبنعملها بطرق مختلفة. الطريقة دي مش تقليدية يا جماعة، مش الكوسة اللي بالبشاميل التقليدية. لا، أنا عاملة كوسة بالبشاميل حصرية على اليوتيوب. مش هتلاقوا أي قناة عاملاها بنفس الطريقة، يعني حصري الطريقة بتاعتي أنا وتخصني. الطريقة دي بتعجبني جدا أنا وولادي وبعملها على طول. جربيها كده وشوفي هتعجبك إن شاء الله وهتعتمديها وهتقوليلي تسلم إيدك. طبعا جبنا كيلو الكوسة ولازم طبعا ننضفه ونقشره زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا الراعي الرسمي للوجبة اللي هو ايه؟ المقوار يا جماعة. المقوار ده مش هقور عشان احشي ولا اعمل، لا ده انا بجيب الجنب المشرشر بتاعه ده وبقشر كده زي ما انتوا شايفين. فبيديني الخطوط اللي بالطول دي، بتدي شكل جمالي جدا جدا للكوسة كده بعد ما تتقشر وتتقطع. بيبقى شكلها الصراحة جميل زي ما انت شايفة كده. بصي بوريكي شكلها رائع ما شاء الله. وبعد كده طبعا بقطعها بالسمك اللي انت عايزاه. يعني ما تتقيديش بسمك معين انا هقولك عليه. لا، اعملي السمك اللي ولادك يتقبلوه وتتقبلوه وبالنسبة لهم يبقى جميل ويشدهم لأكل الوجبة. تمام. انا هقطع كل الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده واحطها في الصينية. الصنف ده يا جماعة سهل جدا ومريح جدا جدا ومش صعب وسريع كمان. باقي المكونات بتاعتي بعد الكوسة طبعا معايا صلصة الطماطم او الطماطم مضروبة في الخلاط، وكمان معايا بصلة متوسطة متقطعة قطع صغيرة كده بالسكينة، او حتى في الكبة او زي ما انت عايزة يعني بالطريقة اللي انت عايزاها. ما توقفيش نفسك على اي حاجة. حطيت البصل والتوابل بتاعته وكمان حطيت القوطة، يعني حوالي نص كيلو قوطة كده كنت ضرباه في الخلاط. رحت حطاه عليهم كده بقيت معايا الكوسة بالبصل بالقوطة. حطهم على النار على بال ما اعمل البشاميل. وطبعا احنا عشان بس ما نطولش الفيديو، احنا عاملين البشاميل على القناة قبل كده. ارجعي له وشوفي بطريقة بسيطة وسهلة جدا. عبارة انك انتي بتحمري حوالي 10 معالق مليانين جدا من الدقيق، وكمان او حتى كوباية وكوباية او كوباية ونص صغيرين بتوع الشاي كده. وكمان حطي في عليهم يعني ايه نص كمية الدقيق، حطيها سمن او زيت او كده اهو او زبدة يعني عشان تحمري بيها. حطي الفلفل الاسمر وحمري، يعني قلبي كده مش تقلبيش كتير. ما تحاوليش ان الدقيق يحمر منك. وهتحطيها بعد كده بعد ما يحمر او بعد ما تقلبي الدقيق حوالي يعني كده مثلا حوالي دقيقتين على النار. وبعد كده تزودي نص كيلو لبن وقدهم ميه. وهتقلبي عشان ما كلكعش منك كده بالراحه، عشان ما يعني حسبي ان هو يكون مش مكلكع. لو حسيتيه كلكع منك اضربيه في الخلاط عادي جدا جدا هيفك الكلكعة بتاعته. بعد كده هتحطي البشاميل فوق الكوسة بتاعتك وتغطي بيها الوش كده اهوت. ومعاكي بيضة اخلطيها حلو اوي او اضربيها بالمضرب حلو اوي كده ووزعيها على وش الصينية. وخد الصينية كده عشان توديها الفرن. طيب الفرن هتكون ازاي؟ الفرن سخنيها قبلها كده ب10 دقايق
وكمان خليها على درجة 180 درجة مئوية. تحطي الصينية بتاعتك وهتسيبيها نص ساعة في الفرن. هتطلعيها كده اهوت وتسيبيها تبرد، لان كلنا عارفين ان المكرونة بالبشاميل او كوسة بالبشاميل او اي حاجة معمولة بالبشاميل، لما بتيجي تخرجيها وتقطعيها ما بتتقطعش منك، لما بتكون سخنة بتسيح كده وما بتطلعش قطع. لكن لو سبتيها، طبعا لو مستعجلة عادي بس مش هتطلع معاكي قطع. لكن لو سبتيها تبرد شوية هتطلع قطع كده، كل حتة بقطعتها او كل حتة بحتتها زي ما بيقولوا، وهتكون شكلا جميلة جدا، وكمان هتكون طعمها رائع. الصراحة الكوسة بالطريقة اللي انا عاملاها معاكم دي جميلة جدا جدا. عايزة اقولك المرة التانية طريقة الكوسة بالبشاميل بالطريقة دي بالطريقة ديت حصرية على قناة وصفة في المطبخ. مفيش قناة على اليوتيوب عملتها بنفس الطريقة، ولو لقيتوا قناة عملتها بنفس الطريقة قبل أنا ما أعملها قولولي. ولكن أنا متأكدة يا جماعة إن الطريقة دي حصرية وبتاعتي وخاصة بيا أنا، محدش عملها قبلي. جربوها وقولولي ايه رأيكم فيها. لو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات حلوة، اكتبولي تسلم ايديكي، اكتبوا اللي تكتبوه بقى. تمام. كمان لو عجبتكم شيروا مع اصحابكم وحبايبكم بالطريقة دي عشان يستفيدوا بيها ويستمتعوا بيها زي ما انتوا هتستمتعوا بيها ان شاء الله. عايزة اقول لكم في النهاية، رمضان، خدوا بالكم من رمضان، ضيف عزيز وكريم، وزيارته سريعة جدا جدا وبيمشي بسرعة. خدوا بالكم منه. خدوا بالكم من عباداتكم، خدوا بالكم من صلاتكم في أوقاتها، خدوا بالكم من القرآن، خدوا بالكم من الإحسان فيه يا جماعة. كل عمل متقبل إن شاء الله والأجور مضمونة. عايزة أقول لكم اوعوا تخرجوا من رمضان خسرانين. وإلى اللقاء إن شاء الله في المرة اللي جاية أو الفيديو اللي جاي. استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.